مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها. تدريب مدراء المدارس في النحيل. دورة تدريبية صحية في القاشبركة. بكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لحل الخلافات. كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر وتندد بالولايات المتحدة. اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية. السلام عليكم ورحمة الله. قيمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر عمل عام 2022 وبحثت خطط عمل عام 2023 في اجتماع عقدته يومي 21 و22 من ديسمبر في مدينة عصب. وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها قدم توضيحا موسعا حول الخطة الخمسية التي بدأت هذه السنة لتنمية الشواطئ، داعيا لتضافر الجهود لإنجاحها. وقدمت في الاجتماع تقارير بشأن أنشطة الخدمات الاجتماعية عامة والتعليم والصحة والمياه والمواصلات خاصة، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والبرامج الثقافية والسياسية ونتائجها، موضحة تحقيق نتائج مرضية من الدعم النوعي للمزارعين لإنتاج الخضر والفاكهة. وأشارت التقارير إلى هطول أمطار بانتشار جيد في أغلب مناطق الإقليم، وبلغ معدلها 132 ملم، وساعدت في النشاط الزراعي والقيام بأنشطة شعبية لحماية التربة والمياه وصيانة المجاري التحويلية وإزالة الطمي، وتنفيذ أعمال الصيانة والتوسيع لضمان خدمات المياه في 21 قرية. وحول برامج تطوير صيد الأسماك، أفاد الاجتماع إنتاج 628 طنا من الثلج للدفع بأنشطة صيد الأسماك، وتوزيع الثلج مجانا بحوالي 500,000 نقفة للصيادين المحتاجين، وتدريب 260 صيادا بأساليب الصيد الحديثة. وذكر الاجتماع تحقيق نتائج مرضية من الاستثمار في المجال الصحي وخفض الأمراض المعدية، وإظهار الفحوصات الطبية التي جرت على حوالي 5,000 مواطن خلوهم من فيروس الإيدز، وتوسيع التطعيم والنظافة البيئية. وأوضح ارتفاع نسبي للمشاركة في التعليم مقارنة مع العام السابق، داعيا لتنسيق الجهود لرفع مشاركة المرأة في التعليم. وشرح السفير محمد سعيد منتاي في الختام خطة برامج عام 2023، مؤكدا منح الاهتمام الكبير لبرامج التصدي والتنمية، داعيا لتعزيز دور مؤسسات الحكومة والجبهة لتفعيل أنشطة إنتاج الملح ورفع الإنتاج والإنتاجية والقيام بحملة تطعيم الماشية. نظمت وزارة التعليم تأهيلا يوم 22 من ديسمبر لمدراء المدارس في مديرية منحيلي في الإدارة والقيادة لتحسين خدمات التعليم. وأوضحت مسؤولة قسم الزمالة والرقابة في وزارة التعليم الدكتور حليمة محمد والأستاذ فسحية كداني المشرفان على التأهيل إن فعالية التعليم تأتي بتنفيذ مدارس لواجبها بمسؤولية، مؤكدان بأن تنفيذ المهام الإدارية بكفاءة يدفع العملية التعليمية. من جانبه دعا مستشار قسم تنمية القدرات البشرية في الوزارة الدكتور تيدروس سيوم المدارس للعمل بخطة واضحة وتطبيقية لإيصال طلابها إلى المستويات المطلوبة بكفاءة. وحث مسؤول التعليم في مديرية منحيلي الأستاذ مريح كيروس المشاركين في التأهيل لتطبيق الدراسة المقدمة وبذل الجهد لسد الثغرات. هذا توجد في مديرية منحيلي 31 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية لأعضائه من 16 مديرية حول الأمراض المعدية وخاصة مرض الإيدز، استمرت لأسبوعين.
هدفت الدورة التدريبية التي نظمت في تسانيه لخفض الإصابة بالأمراض المعدية عامة والإيدز خاصة، وضمان تلقي المرضى الدواء والرعاية الصحية والتعرف سريعا على المصابين وبدء تقديم الدواء لهم. وأوضح مسؤول مكافحة الإيدز والأمراض التناسلية في المكتب السيد جبر مسقل ولد أبزجي أنه ورغم وجود الإصابة بالإيدز في أدنى مستوى فإنه يجب القيام بالتحاليل الجادة للحوامل مع أزواجهن والتحاليل ما قبل الزواج، داعيا المصابين بالإيدز لتناول منتظم للدواء. وذكر الدكتور ولد يوهنس والممرض عبد نفع المشاركان في الدورة التدريبية أن البرنامج مهد الأرضية الجيدة لتبادل الخبرات وعرف بالمعدات الحديثة. وقال السارون هبتاب من وحدة مكافحة الإيدز والأمراض التناسلية إن مكافحة الأمراض المعدية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى من أهم أهداف وزارة الصحة، ويتوقع من المشاركين في التدريب الاستفادة الجيدة من التدريب في تحقيق هذه الأهداف. استشهد يوم 21 من ديسمبر مسؤول الاتصالات في وزارة الحكومات المحلية المناضل منجستاب رآية ولد موسى عن عمر بلغ 72 عاما جراء مرض ألم به. المناضل منجستاب التحق بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مايو من عام 1975، وعمل في مرحلة النضال مسؤولا للقسم الفني للاتصالات في القوات المقاتلة، وبعد الاستقلال عمل في هيئة الاتصالات ووزارة الحكومات المحلية. المناضل منجستاب متزوج وأب لابنة واحدة، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم 23 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الحكومات المحلية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل منجستاب رآية، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا بضرورة انتهاج الحوار في كافة المجالات وحل الخلافات عبر مجموعات عمل مشتركة. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ حذر بلينكن من استمرار واشنطن في انتهاج سلوكها القديم في التنمر الأحادي الجانب بحسب تعبيره. كما حذر وانغ بلينكن من تجاوز خطوط الصين الحمراء عبر ممارسة واستخدام سلسلة من الإجراءات الصغيرة لتحقيق عمل أو نتيجة أكبر بكثير، والتي من الصعب أو من غير القانوني تنفيذها دفعة واحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في وقت سابق أن الصين تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، وإن واشنطن لديها استراتيجية لمواجهة ذلك. نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية صحة تقارير إخبارية تحدثت عن عرض البلاد ذخائر على روسيا، وقالت إنه لم تبرم أي صفقة سلاح بين موسكو وبيونغ يانغ، ونددت في المقابل بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة حسب قولها. وذكر صحيفة طوكيو شينبون اليابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر تشمل قذائف مدفعية إلى روسيا بواسطة سكك الحديد عبر حدودهما الشهر الماضي، وأن من المتوقع أن تنقل شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة. وأكد البيت الأبيض أن بيونغ يانغ أكملت تسليم شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا. من جهة أخرى قال المتحدث باسم كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة هي التي تتسبب في إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا من خلال إمدادها بأنواع مختلفة من الأسلحة الفتاكة. كشفت اليابان النقاب عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة اعتبارا من إبريل تبلغ 863 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة. وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن، وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.13 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة. ذكرت وكالة رويترز أن شركات طيران أمريكية ألغت أكثر من 4400 رحلة جوية بالولايات المتحدة بسبب عاصفة شتوية تضرب البلاد، وهي الأقوى منذ سنين وتتزامن مع بداية موسم السفر في العطلات. وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع الناجم عنها بالخطير. ووفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات، تقرر إلغاء أكثر من 2350 رحلة جوية بالولايات المتحدة و2120 رحلة أخرى، بينما ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية الخاصة بالركاب رحلات عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما يربك خطط عشرات الآلاف للسفر لقضاء العطلات. يشار إلى أن موسم العام الماضي تأثر بتفشي كوفيد-19 بين العاملين، مما أجبر شركات طيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية. وأعلنت شركات طيران أمريكية هذا الأسبوع أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة. أختم نشرة أخبار المساء بتذكير بالعناوين. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها. تدريب لمدراء المدارس في النحل. دورة تدريبية صحية في إقليم الكاشمير. بكين تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لحل الخلافات. كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بذخائر وتندد بالولايات المتحدة. اليابان تكشف عن ميزانية قياسية لتعزيز قدراتها العسكرية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.